بكوبايه دي عملنا شويه صابليه، بس ايه حدوته، مش هو ده بس، ده في شويه هنا قد كده غير اللي انا عمال انقنق فيه من ساعه ما طلع من الفرن. يلا بينا. في بوله نحط 300 جرام زبده دايبه ونضربها بمضرب يدوي او كهرباء مش مهم. بعد كده 100 جرام سكر ونكمل تقليب لحد ما الاتنين يدوبوا في بعض خالص. في بوله نحط فيها بيضه ورشه فانيليا ونحطهم على بعض ونضرب البيض مع الزبده كويس. بعد كده جهز كوبايه دقيق كبيره وقلب بالراحه خالص لحد ما العجينه تلم معاك بالشكل ده. بقول لكم ايه، حدوته ناعمه وطريه ورايقه. نحطها في كيس بلاستيك ونسيبها حوالي ربع ساعه تستريح. اقطع ورقتين زبده وحط العجينه في النص، يبقى ورقه تحت وورقه فوق. بعد كده ابدا افردها بالمردنه لحد ما توصل معاك بالشكل ده. السمك بتاعها يبقى حوالي نص سنتي. هات بقى القطاعات اللي موجوده عندك وابدا قطع بالشكل اللي يعجبك وشيل الزياده. بعد كده لمها وسيبها 5 دقايق تستريح وابدا افردها تاني لحد ما توصل لاخر قطعه. طلع العجينه حطها في صينيه واطلع على فرن درجه حراره 180 10 دقائق وعينك عليه، والفرن يكون شغال قبلها ب 10 دقائق. انا هنا خدت العجينه وفردتها تاني، بعد كده عملت نفس الحركه، وده شكل العجينه بعد 10 دقائق في الفرن. حاجه رايقه سهله وبسيطه، اي حد ممكن يوم يعملها. هنا بقى ما اقدرش افرد عليك اي حاجه، انا عندي مربى حشيت مربى، عندك كراميل حط كراميل، عندك شوكليت مفيش مشكله. المطبخ بتاعنا والاكله بتاعتنا ومحدش له حاجه عندنا، انا دلعت نفسي بالحاجه اللي موجوده عندي، سهله وبسيطه تستاهل التجربه. هنا بقى نطبق مقولة ان المطبخ بتاعنا والاكله بتاعتنا ما حدش له حاجه عندنا، الحشو اللي موجود عندك واللي تحبه هو اللي تعمله. انا بقى كعاطف من ساعه ما طلع وانا عمال اكل ايه، اكل بسكوت كده، بس انا كده مبسوط.